طول الوقت ببعت له نوايا سلبيه، ببعت له افكار سلبيه، فببعت له مش ببعت له بس احبال، ده انا ببعت له كمان هجمات طاقيه بتتوصل في هالته، بتفضل موصوله في هالته. فبيحصل له ايه؟ بيحصل له استنزاف طاقي. الاحبال دي ممكن تكون على فكره عندك من سنين وما تقطعتش. انا فاكره والله في جلسه، انا عمري ما انسى الراجل ده سبحان الله، يعني من كم الاحبال السلبيه اللي كانت عنده، كان اول مره يقطع احبال. اول ما قطعت الاحبال كان يعني يعني طاير من الفرحه انه قد ايه بقى حاسس بالخفه. الاحبال دي بتستنزف منك، وبتستنزف طاقتك جدا، وبتخليك حاسس انك كسلان وهمدان وتعبان وجسمك كله بيوجعك وانت مش عارف ليه. الاحبال الطاقيه مش بس بيننا وبين بعض على فكره، انت ممكن تبعت احبال طاقيه لمكان. يعني انا مثلا في مكان معين، انا في ذكرى معينه فيه، او ابعت لمكان شغل حد مثلا، او موقع حد، او مش عارفه ايه، ابعت له طاقات مش لطيفه بنوايا مش لطيفه، او افكر اشمعنى هو عندي وعنده وانا ما عنديش. طاقات غيره، طاقات حسد، طاقات مش عارفه ايه. واول شكرا بتاخد، اول حبل من الاحبال الحسد هي شكرا المنيون. والمتابع معايا في البرانيك هيلينج عارف ان شاكرا المنيون دي جدا مهمه، وشاكرا السريه بيتكلم عنها المنيون، بيتكلم عنها البرانيك هيلينج، وهي خلف شاكرا السره في الظهر، وهي شاكرا الجلوري، وكانك الحاجه اللي انت بتتباهى بيها وعندك بهاء كده فيها، فبتلقط اول حبل سلبي للحسد. فاحنا لما بنقطع الاحبال السلبيه دي احنا بنحفظ طاقتنا من الاستنزاف. انت ممكن تبقى عندك احبال سلبيه مع اشخاص، او مع اشياء، او مع اماكن، وممكن الاحبال السلبيه دي مش بس بالكلام، هي طبعا اكثرها كلام، بيبقى بالنوايا وبالافكار.